السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة واخداكم معايا في لوك حلو قوي في الوكالة عند علاء خيري يا بنات، اللي هو عند محطة مترو ماسبيرو قدام متحف المركبات الملكية. تمام، احنا دلوقتي اهو قدامكم صوت وصورة قدام. انا طالعه من المترو قدامكم. مترو ايه؟ مترو محطه مترو ماسبيرو. تمام، هنطلع اهو وناخد شمال، او لو طلعتوا من المطلع ده اطلعوا المطلع يا بنات اللي هو مكتوب جنبيه متحف المركبات الملكيه. تمام، وهتروحوا ماشيين من جنبه كده. هتبقى الاستندات اللي هي في شارع 26 يوليو على يمينكم هناك، وعلى شمالنا المحطات بتاعه المترو اللي هي 4 مداخل بتوع المحطات اهم. تمام، قدامنا اللي هناك المبنى الابيض اللي هناك ده يا بنات، هو ده المتحف. تمام، بس انا طبعا احيانا بروح موطيه الكاميرا لان في ناس بتيجي قدامي، فطبعا لازم انزل التليفون لتحت عشان في ناس بتتضايق جدا من التصوير. مش يعني في ناس لو انا بصور في اي حته الاقيهم يقولوا لي اوعي يكون ظهرنا في الفيديو، اقول لهم لا طبعا دي امانه. لكن لو حد بعيد شوية ولا كده ربنا يسامحني. بصوا يعني مثلا اللي كان جاي ده كان من بعيد فمش واضح هو مين حتى. فبصوا مثلا كده مش برضو ما وضحتش في الفيديو. بحاول والله يا بنات على قد ما اقدر اني انا ما بينش حد، لان الموضوع ده طبعا بيضايق اي حد، وانا برضو من الناس دي بصراحة. بصوا يا بنات اهو بحاول كل ما اجي ارفع الكاميرا على المتحف الملكي الاقي حد جه قدامي اروح منزله تاني الكاميرا. بصوا يا بنات وصلنا اهو للمتحف الملكي، وده المدخل بتاعه. شايفين المدخل ده؟ عند المدخل ده هنروح معديين الطريق اهو. انا بحاول اهو اعدي. بصوا يا بنات كده هعدي اهو من بين العربيات. علاء خيري قدامه حالا هنوصل له. ما فصلتش الكاميرا ثانية علشان تشوف اهو. انا كده عند علاء خيري اهو زي ما انتوا شايفين. الكشك قدامكم اهو جنب علاء خيري على شماله. بصوا يا بنات اهو بيعمل لكم لايك اهو. قلت له مسي على الناس الاول يا احمد علشان انا جايه في جوله. قال لي تمام. هنا كان بيسالني بيقول لي احنا لينا فرع تاني. ده برضو شباب شغالين هناك. انا ليه احنا لينا فرع تاني انتي ما بتجيش ليه تصوري فيه؟ فكنت بعرف منه بس ايه دنيته ايه الفرع ده وكده وفيه ايه. فمعلش اتشغلت معاه يعني ثانيتين كده بس. زي ما انتوا شايفين يا بنات بجيب لكم السعر من فوق عشان تعرفوا كل اللي عند علاء خيري ايه، وايه الحاجات اللي عنده، وايه اللي بنسمعه ده، وايه الاسعار، وايه كل حاجه. كل حاجه بقولها لكم صوت وصوره. بجيب لكم اول حاجه السعر من فوق. انا طبعا ما بحطش صوت الفيديو الصوت الحقيقي للفيديو لسبب، لان بيبقى فيه دوشه رهيبه هناك يا بنات. لان هناك احنا يعتبر زي تحت كوبري، برضو في كوبري فوق في نص الطريق، فبيبقى دوشه رهيبه يا بنات. حاولت بعد كده اعمله لما جيت انا نفسي قبل ما ارفع الفيديو اسمع الفيديو، لا اتخضيت. لقيت الفيديو انتوا صوتي واطي جدا، مش هتسمعوا لي صوت في الفيديو قد ما انتوا هتسمعوا صوت دوشة. تمام، فلا ما حبيتش اعمل كده. بصوا يا بنات عندهم برضو مجموعة البنطلونات دي من 100. من 100 هي سعرها من 100. فيها بنطلونات حلوة قوي يا بنات، وانا اتكلمت معاكم في الموضوع ده. شفتوا ده جميل قوي قوي. كلمت معاكم في الموضوع ده قبل كده. وعندهم بصوا يا بنات الفورمال، كان في حد طلب مني بنطلونات فورمال. المقاسات واسعة اهي يا بنات. بحاول اوريكم المقاس من فوق لتحت عشان اللي طلب مني مقاسات اوفر سايز يروح يلحق هيلاقي عند علاء خير ان شاء الله. شفت كذا مقاس واسع عنده يعني. بصوا يا بنات كمية بلوفرات عنده برضو حاجات حلوة قوي. عاملة 85 جنيه. بلوفر شميز اي حاجة عاملة 85 جنيه في الحاجات اللي هتشوفوها معايا دي.
بصراحة عندهم حاجات حلوة قوي يا بنات، وانا دايما بلاقي اسعارهم مميزة. يعني لو هتسمعوا مني انا بالامانة وبكل امانة، انا مش بصور ابدا عند اللي بيعمل الكوليكشن البوليفرات ده ب120 والكلام ده كله. هتلاقوني بيك كتير عاملة ابو 100، وكان في اول قنواتي كمان. دلوقتي لا، بقيت الف وعرفت الاماكن اللي بتطلع لكم اسعار بحوالي 85. بصوا دي H&M اهي جميله، 85 75 65 55 كمان. يعني فاهميني؟ ليه اجيب لكم ابو 120 وابو 150 وانا عارفه ان هو اكيد انتوا معايا في الكلام ده، اكيد ما فيهاش كلام. بس في بنات يعني ايه، بي يعني بيحبوا يروحوا على ابو 150 وابو 200. برضو دي اذواق وكل واحد حر. انا ليا اقول لك الصح واقول لك المظبوط وانور لك طريقك. لو انت بقى ممكن عشان ممكن ما يعجبكيش حاجه في ابو 85، بس لو قلبتي والله ربنا هيوفقك وهتلاقي كل حاجه حلوه. ف يعني خديها نصيحه من اخت، وبلاش ابو 120 وابو 150، لان هو والله يا بنات. هي بس الفرق ان ده بيبقى التاني بقى بيبقى محل فخم شويه، اسم كبير شويه مثلا، معمول له بروباجندا عاليه. بصوا يا بنات الحته وجمالها، 85 جنيه بس. والله العظيم والله العظيم ان الحته دي في المحلات الغاليه ولا 150 جنيه. شايفين الحته وجمالها؟ فأرجوكوا أتوسل إليكم اسمعوا كلامي وامشوا ورايا، مش هتندموا خالص. لأني أنا حقيقي أنا والله ما واخدة حاجة خالص، بس غير النصيحة لوجه الله. وأكيد أكيد ربنا طبعا بيجازي على كده. المصداقية يا بنات، المصداقية والأمانة، صدقوني حاجة كبيرة جدا وربنا بيجازي عليها أكيد. بصوا يا بنات اللي عنده بليزرات، تمام، وكانت عاملة تقريبا 175. تمام، 175 البليزرات فوق وتحت بقى يا بنات، ملغم شوية بليزرات هتعجبكم جدا جدا. بصوا اللي فوق واللي تحت بليزرات. تمام، برضو دي في المحلات اللي بالكم فيها اللي بقول لكم عليها، عاملة 200 و250. وانا عارفة ان لو حد سمع الفيديو ده من اللي عندهم 200 و250 هيزعل جدا. بس انا مش بقول اسامي، يزعل لو انا بقول اسامي، لكن انا لا، مش بقول اسامي. انا بس بدلك على الصح والمظبوط والمنطقي. يعني المنطق بيقول ادور على الاقل سعرا، وبعدين نفس الخامة. فليه تروحي بقى تجري على ابو سعر عالي وهو. بصوا ده يا بنات عامل 250 جنيه باشكاله بقى والوانه وحاجات حلوه قوي. هو الصراحه لا، خيري حاجته فخمه يا بنات والله. مش مش حاجات عاديه بصراحه. دايما الاقي البليزر الحلوه عنده دول اللي هم الجواكت الفرو، اللي انا كنت عملت عليهم برضو فيديو قبل كده وبرضو عجب الناس قوي. دول اللي هم الاولانيين، دول الكت، اول كام واحد كده كت. بصوا يا بنات كل واحد هتلاقوه احلى من التاني. بصوا شكلهم حلو قوي قوي، وليهم لبس، وفي ناس بتعشق الحاجات دي جدا. بصوا القطعة وجمالها يا بنات، جميلة قوي قوي وناعمة طبعا، نعومة فائقة يعني. الحاجات دي في البراندات بتاعتها تلاقيها كانت معدية الالافات والله. احنا عارفين ان دي حاجات الفنانات اللي بيجيبوها بالافات الفلوس، ناس تانية ليهم نصيب يستفادوا منها برخص التراب يعني. فاهميني؟ فشوفوا بقى يعني حكمة ربنا. بصوا شايفين الابيض ده بقى؟ بصوا شايفين؟ شفتوا الكحلي وجماله؟ دي بقى الحاجات الجميلة قوي بقى يا بنات، اللي ايه بتتلبس على فساتين السواريه. شايفين يا بنات؟ عنده كمية جواكت رهيبة رهيبة رهيبة، وعنده كمان قسم رجالي. المحل اللي جنبه ده كله ملغم لبس رجالي برضو. وعنده حاجات بره يا بنات بقى، استندات، يعني عنده استندات كمان بره. شايفين القطعة دي يا بنات؟ H&M. ايه الروعة اللي في القطعة دي، روعة يا بنات. بصوا عاملة ازاي،
عايزة بنوتة رفيعة، ده تقريبا فستان بتاع بنوتة رفيعة، او ممكن بنوتة تلبسه كاتونيك كده طويل على بنطلون جينز، بس عايز بنوتة رفيعة يعني مثلا ممكن يكون مقاسه لارج، اكتر من كده لا. ودي البلاطي اللي هي الطويلة اللي انا عملت منها فيديو لسه قريب، كنت عامله لكم فيديو بالبلطو الطويل ده برضو وعجبكم قوي قوي. بصوا يا بنات بقى هوريكم الاسعار اللي بره. عنده يا بنات بصوا، عنده كوليكشن كده جواكت زي ما بيقولوا كده بواقي اخر الاسبوع، عامل 100 جنيه. انتي بقى ممكن تطلعي منه قطعة زي كده مثلا، حلو ب 100 جنيه. فاهميني؟ يعني الكوليكشن ده كله 100 جنيه، يطلع جاكيت، يطلع جاكيت كات، حتى يطلع اي حاجة زي ده مثلا. شايفين في برضو يعني سيدات وبنات بيحبوا اللي هو الجاكيت الكات ده، فبيدي الشياكة حلوة قوي برضو على فكرة. بصوا يا بنات، وعنده كوليكشن عامل 45 جنيه. كل ده اي حاجة فيه عاملة 45 جنيه بس. بصوا يا بنات ده جميل جمال مش قادرة اقول لكم، في قطع كده تلاقوها مميزة قوي وحلوة جدا. وكمان كان عنده ملابس بيبيهات يا بنات، عملت منها فيديو لسه منزلاه على قناتي من شوية، قناتي التانية، قناة حبيها ودبريها، لسه منزلاه عامل 35 جنيه يا بنات. بصوا دي بقية الاستندات ابو 45 يا بنات، اي بلوفر في الاستندات دي ب45 جنيه، وحاجات روعة. هنا ب75 وكاتب لك مفيش فصال، يطلع فستان، يطلع تونيك، يطلع اي حاجة، عامل 75 جنيه. بصوا يا بنات ده فستان اساسا، ده فستان اساسا خروجه على فكره، ده فستان فنانات، ده في اللبس بقى بيبان، يعني سيبكم ان هو ايه مش باين كده على الشماعه، لكن هو في اللبس حاجه تانية فعلا. شايفين يا بنات اهي فساتين بقول لكم كلها سهره، مثلا لو انت عامله سهره عيد زواج، سهره عيد ميلاد ابنك وابنك لسه صغير وعايزه تلبسي فستان كده قصير قدام زوجك، يعني ايه اللي هو دلع شويه، مش لازم الفساتين دي نلبسها بره. بصوا يا بنات، عايز بنوته رفيعه، ده برضو فستان فنانات والله. الفساتين دي في الحقيقه بتبقى غاليه جدا في البراندات بتاعتها. شايفين يا بنات؟ بص يا بنات هنا عامل 20 جنيه، شوية حبشتكنات كده أطفال، على محير، على مش عارفة ايه، ممكن يكون فيها ديفوهات بسيطة جدا. وزي ما بيقولوا كده انت وشطارتك، يعني انت ممكن تاخدي قطعة ما تلاقيش فيها اي ديفو، قلبي فيها كويس، ممكن ممكن فعلا ما يكونش فيها ديفوهات. انا بتكلم يعني ايه بشكل عام، يعني بقول 20 ليه، اكيد فيها حاجة عن ابو 35، فاهمني؟ وده اهو ب55 اي حاجة. ده برضو عامله لكم بيه فيديو، هبقى انزله برضو ان شاء الله. شوية بلوفرات يا بنات ابو 55 ده روعة. لا بجد المرة دي اتبسطت جدا لاني لقيت عنده حاجات حلوة قوي يا بنات، حلوة قوي. والاسعار عنده على طول حلوه يا بنات، على طول. شوفوا عنده كوليكشن بلوفر ب45، عنده ب55، عنده اللي جوه ب85. انت بقى ليكي منطلق الاختيار، تختاري اللي يناسبك. بصوا يا بنات كله بالتيكت، يعني كذا حته كده انا لقيتها بالتيكت والله. بصوا اف اند اف، اف اند اف دي ماركه معروفه. زي ما انتوا شايفين الحاجة جميلة وبتتكلم عن نفسها، وحاجات رهيبة وحاجات حلوة، وكمان أحلى حاجة بقى اللي بيميز علاء خيري إن هو قدام محطة مترو ماسبيرو يا بنات. بصوا هنا بقى 35 جنيه، مجموعة دفايات، عاملة لكم برضو بيها فيديو كامل، هنزله لكم بإذن الله علشان برضو تستفيدوا منه إن شاء الله. بصوا يا بنات، وبنطلونات ودفايات من فوق، حاجات حلوة قوي. تخيلوا 35 جنيه اي حاجة من الحاجات الحلوة دي. انتي ممكن توفقي بقى تريننج على بعض، يبقى ب70 جنيه، هيبقى حلو جدا.
بصوا يا بنات، رايحين دلوقتي عند ملابس الاطفال. بصوا يا بنات، اي حاجه ب35 جنيه من تمام. اي حاجه بصوا من سن زي ما قلت لكم يوم لغايه 4 سنين. تمام، يطلع بنطلون، يطلع تي شيرت، يطلع سويت شيرت، يطلع اي حاجه. حاجات مميزه وحلوه جدا جدا جدا، هتعجبكم برده. او ممكن توفقوا ترنجات حلوه او طقم خروج من الحاجات الحلوه دي، وهيبقى ب70 جنيه الطقم. يعني حاجه لا تذكر فعلا فعلا. واحنا في اخر الفيديو ما تنسوش اختكم لايك وشير للفيديو، شيروه لاصحابكم ولاخواتكم عشان الكل يستفيد. وكمان ما تنسوش اللايك فضلا منكم وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.